انا معايا كام فانا هتحرك على اساسه. كده انت عمرك ما هتوصل للحريه الماليه. لو انت وصلت 30 سنه ودخلك اقل من 5000 فانت عندك مشكله كبيره. انت مش هتلاحق على التضخم اللي بيحصل. انت محتاج تبدا من دلوقتي تخطط ان يبقى عندك دخل مختلف. تبدا بزنس اونلاين ولا اوفلاين؟ ازاي اعمل فروق؟ هو ازاي اخلص من المنافسين؟ هل انت قادر ان انت تتحرك ناحيه الكاستمر بتاعك وتملى الجاب دي؟ هل البزنس موديل بتاعك ان الشركه دي معموله عشان تكبر وتبقى فروع تتسلم من جيل لجيل وتقعد اكتر من 100 سنه؟ لو انت فعلا عندك براند ستوري، البراند ده بيقدر يكمل حتى لو كان السوق ده تعيس. مايسترو ورك شوب اول ورك شوب معموله عشان تقدر تعمل بيها بزنس سيستم. بيها تقدر ان انت تدير البزنس زي المايسترو بالظبط. هتقدر تبني بزنس سيستم متكامل في اي مجال انت شغال فيه، بحيث ان انت تقدر تدير البزنس وتمونيتور البزنس بشكل مختلف وجذري.